الست دي بتدخل محل الكوافير وبتحط وشها في تورته عشان بتهرب من حبيبها وبتطلب منهم انهم يخبوها. بعد كده بيدخل الولد اللي بيدور عليها وبيقول لها في بنت دخلت هنا، هي راحت فين؟ وبيقولوا له لا محدش دخل هنا، وبيعرف انهم بيكذبوا وبيروح يدور عليها في كل مكان بس مش بيلاقيها، بس بتكون قاعده على كرسي وحاطه على وشها كريمه وبيقول لهم انا عايز احلق ومش همشي غير لما اخدها عشان انا شفتها انها دخلت هنا. وهو قاعد بيلاقي البنت اللي بيدور عليها وبيفضل يضحك بس بيطلع بيضحك على شكلها وما عرفش ان دي تبقى مراته. بعد كده البنت وهي بتحلق له بتعوره وبيفضل يزعق لها وبيلاقي كاوتش مراته بيعرف انها هي وبيشم الريحه اللي على وشها وبيلاقي ريحه كريمه وبيقول لها قومي معايا، بس البنت بترفض عشان عارفه انه مفتري وبيروح يضربها، بس البنت بتضربه بالفاظ على دماغه وبيغمى عليه وبيقول له احنا لازم نبلغ الشرطه قبل ما يصحى، وبتقول لهم مش هينفع عشان هو فعلا ظابط، وبيصدموا لما بيعرفوه عشان هم ضربوا الشخص الغلط. والبنت بتروح تمشي وبيقولوا لها مش هتمشي، انت شكلك حرامي وعايزه تحبسينا احنا، وبتقول لهم خلاص انا هفهمكم على كل حاجه. وبيقعد ساعات طويله مغمى عليه وبيصحى وبيلاقي البنت لسه جنبه وبيلاقي انت لسه هنا وبيلاقي ده انت يوم ابوك اسود، وبيروح يضربها بس البنت بتوقفه وبتقول له دي مش مراتك، وبيطلع بنت تانية وبتدخل مراته مع رئيسه في الشغل وبتقول له صدقت انه دايما بيضربني وبيفتري عليا ومعايشني معاه بالعافيه، وبيقول له انت بتستغل منصبك غلط، والبنت بتشكر البنات انهم وقفوا جنبها.